بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر. ما يحلاش بقى الشتاء غير بالرز المعمر، والرز المعمر ده حاجة مقدسة طبيعي في أي بيت، يعني بنبقى بجد بنحبه بس خايفين نعمله. ليه بقى؟ هنعمله النهاردة طريقة سهلة جدا للي أول مرة تخش المطبخ أو إن هي تعمل رز معمر. هتعمل ايه؟ هو معمر بيبقى معمر من ايه؟ معمر من كل خير ربنا. خيرات ربنا هنحطها في الصينيه ديت، يعني هتحط فيها لبن، سمنه، قشطه، زبده، لبن، زبادي، كل حاجه معمره عندك ممكن تحطيها. في ناس بقى بيحب يحطوا بقى بيسموه رز مدسوس، او رز بيبقى فيه لحمه او فراخ او حاجات تانية. انا يعني بالنسبه لي او الحاجه المفضله عندي ان انا احب ان أنا الفراخ ما احطهاش في الرز المعمر، لان الرز المعمر ده بيبقى فيه لبن وقشطه وزبده، فتحس ان هو فيه زفاره لو انت حطيتي فيه لحمه او اي حاجه من ديت، مع احترامي لكل اللي بيعملوا كده. يعني انا هعمله بطريقتي، طريقه سهله جدا هتعجبكم. يعني هتعمليها وان شاء الله هتعجبكم. معايا 2 كيلو و2 كيلو من الرز، او حوالي 2 كيلو الا ربع كده من الرز، على حسب الصينيه بتاعتي او الصينيه اللي انت هتعملي فيها. الصينيه بتاعتي دي بتاخد حوالي كوبايتين، يعني حوالي 2 كيلو من الرز او 2 الا ربع. حطيت عليهم حوالي كوبايه كبيره من القشطه. كوبايه كبيره من القشطه، عليهم علبتين زبادي من البلدي. ممكن تحطي زبادي شركات لو انتي حابه يعني تحطي زبادي، او ممكن لبن رايب يكون متاح عندك بقى في البيت. ما كانش متاح، في معلب اللي هو البلدي اللي بيتباع، يعني الناس بيعملوه ويحطوه بيبيعوه في السوبر ماركت او محلات البقاله، وفي بتاع الشركات. انا حطيت معلقتين من السمنه، وممكن تحطي معلقتين من الزيت معاهم كمان. الزيت بيفلفل حبايه الرز، وبيخليه يديله لمعة حلوة كده. لو انت بقى ممكن تحطي زيت بدل السمنة، او ممكن تستغني عن السمنة خالص وتحطي زيت بس. انا حطيت بقى اللبن، يعني حطيت حوالي 2 كيلو من اللبن وربع كده تقريبا، على حسب يعني الرز بتاعك. ما يعني الصينية انا بعمل فيها الرز بسيب حوالي عقلتين كده بعد ما الرز ما يتغسل، دول بملاهم بقى لبن، او ممكن تعمليها لبن ومية مغلية. انا بحب افضل ان هو يكون لبن بس، بيديله طعم كويس. يعني لو انت حابه بقى تحطي كده نص المقدار لبن وميه، ده يعني على حسب ما انت حابه انت تعمليه. عملت الرز بقى وحطيته في الفرن. الفرن بتاعي سخن مسبقا، يعني يكون سخناه قبلها بحوالي ربع ساعه كده. يبقى عالي من تحت، الوش ما يكونش عالي قوي علشان ما يحرقليش الوش قوي ويديله اللون محروق مش كويس. هنيجي بقى لصينيه البطاطس. انا معايا بطاطس حوالي 2 كيلو من البطاطس، مقطعاهم حلقات زي ما انتوا شايفينها، وغسلاها وسايباها كده عشان نعملها. معايا فرخه مغسوله ومنقوعه بدقيق وملح ومعلقه واحده من الخل، وشطفتها كويس وكده طلعت منها الزفاره. معايا بصلتين او 3 من البصل، اي نوع بصل، ابيض او احمر انت متاح عندك. انا بفضل الاحمر الابيض بصراحه، بحبه جدا في الاكل وبيبقى طعمه كويس. كنت مخرطاه يعني تخريط خشن شويه، مش ناعم، مش لازم يكون ناعم قوي. لو انت حابه ان انت تعمليه حلقات زي البطاطس بيبقى جميل برضو. انا قطعته كده وحطيت عليه معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر ودعكته كويس، بتخلي ريحه صينيه البطاطس بصراحه جميله جدا وبتبقى طعمها كويس. معايا بقى 3 طماطمات من يعني مقطعاهم، ومعاهم فلفل حراق وفلفل بارد، يعني اللي انت حباه او انت حابه تحطيه في صينيه البطاطس ديت. يعني راجع عليكي ان انت تحطي جزر، ممكن تعملي بسله، فاصوليا، اللي انت حابه تضيفيه معاها بتبقى جميله جدا. انا استكفيت بكده بصل وبطاطس وفلفل وطماطم مقطعاه. هنيجي بقى يعني اديتها برضو رشه من الملح والفلفل الاسمر ومعلقه واحده من الزيت، يعني اديها رشه كده. واظبط بقى صينيه البطاطس بقى من تحت علشان هنحط بقى الفراخ على الوش. انا الفراخ بتاعتي مقطعاها وغسلاها، يعني ضامنه ان هي مفيش فيها اي ريحه زفاره خالص، ويعني كويسه معايا، مش هتبقى معايا يعني فيها زفاره ولا اي حاجه، تبقى زي الفل. قطعت بقى كده الفراخ بتاعتي، يعني على حسب ما انتي مثلا نسبة الأعداد عندك، أو اللي انتي حابة بقى الفرخة بتاعتك كبيرة أو صغيرة، ممكن يعني دي حاجة ترجعلك. أنا معايا الفرخة ما شاء الله بتاعتي كبيرة، فأنا قطعتها ل8 قطع. معايا بقى دي صلصة من اللي انا مفرزاها. هنحط عليها بقى شوية توابل، ملح وفلفل اسمر ورشة من الكمون ورشة من توابل الفراخ،
دي بس اللي انا حطيته على الصلصة بتاعتي. او عصير الطماطم، ممكن تحطي طماطم فريش لو انت متاحة. لو انت مش متاح عندك صلصة من اللي انت مفرزاها او اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، ممكن تجيبي علبة صلصة من الجاهزة، ممكن تحطيها عليه. حطيت كده توابل زي ما انتوا شايفين كده. انا بجيب بس معلقة، بدور على معلقة مش لاقية معالق، فجبت المعلقة. وناخد بقى معلقة من الملح عليها كده علشان نتبل الفراخ. ممكن تعملي الطريقة ديت وتركني الفراخ شوية كده، يعني تشرب من التتبيلة. انا بصراحة عملت كل اللي انا عملته ده وانا واقفة، وسويتها وانا واقفة، يعني ما خدتش معايا وقت. بصراحة كان طعمها تحفة جدا، واللون بتاعها كان جميل جدا. اهم حاجة الصلصة بتاعتك تبقي عاملة صلصة كويس كده من على الوش، علشان بعد ما تحطيها في الفرن تاخد وش كده، تبقى شكلها كويس. انا هتبل كده زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتي بالصلصه المتبله، واللي محطوط لها توابل ملح وفلفل اسمر وكمون وتوابل فراخ. دي بس التوابل اللي انا حطيتها عليها. حابه انت تضيفي اي اضافات من عندك، مفيش اي مشكله. انا حابه ان هي صينيه البطاطس بتاعتي تكون خفيفه كده، ما يكونش عليها توابل كتير، او الطعم بتاع التوابل بتاعتي يبقى مغطي على البطاطس او الفراخ. زي ما انتوا شايفين كده، هنديها ندلكها كده كويس من جوه ومن بره، عشان الفراخ بتاعتي تبقى متشربه كده من الصلصه ومن التتبيله، وتبقى تمام كده. هحط لها بقى حوالي كوبايتين ميه من ميه سخنين. انا مش هغطي الفراخ بتاعتي خالص، انا هحطها في الفرن كده يعني مكشوفه كده، مش هغطيها لا بورق حراري ولا باي حاجه خالص. هديها معلقه بس من الزيت على وشها كده عشان تديها لمعه كده، وتبقى واخده لون كويس. زي ما انتوا شايفين انا جبت كوبايتين من المية السخنة، انا هحطهم كده كلهم، علشان انا زي ما قلت لكم مش هغطيها. لو انت بقى هتغطيها وحابه انت تغطيها عشان ما تاخدش منك لون، وبعد كده تكشفيها وتاخد لون بقى من على الوش، ما تكتريش ميه. حطي كوبايه من الميه، لان الفراخ هتنزل ميه والبطاطس هتنزل ميه كده. تمام. بعد ما خلصت كده حطيت كوبايتين من الميه. انا يعني ممكن تحطيها وتغطيها بقى لو انت بغطا ألمونيوم زي ما انت حابه بقى. ده ما شاء الله الرز بتاعي، شايفين الشكل بقى واللون، بصراحه يفتح النفس، وحاجه كده تاخد العقل. يعني مش عارفه اوصف لكم الطعم والريحه بتاعته، كانت تحفه جدا. ومعايا برضو صينيه الفراخ انا حطيتها في الفرن بتاع البوتاجاز. انا بحب اسوي الرز المعمر في فرن الغاز. زي ما انتم شفتم كده، شايفين شكل البطاطس وشكل الفراخ، بصراحه يفتح النفس جدا. يعني بقول لكم ريحتها بصراحه كانت قلب الدنيا، وكانت طعمها رهيب جدا. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوة وبسيطة ولذيذة كده وخفيفة على قلوبكم. استودعكم الله على خير ان شاء الله، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. مع السلامة.